لو مصر أم الدنيا فالقاهرة أم المدن. القاهرة تجسيد حي لروح المصريين، روح عمرها ما توقفت عن الإبداع من آلاف السنين، وفي كل شبر فيها دليل وبرهان على أصالة وجمال وروح وفن المصريين. ويمكن علشان كده المصريين بيسموا القاهرة مصر، أو بالأحرى مصر المحروسة. كنا شفنا في الفيديو اللي فات واللي هيظهر دلوقتي، شفنا معالم القاهرة المعروفة: الأهرامات والبرج وممشى أهل مصر، القلعة والفنادق والكباري على النيل وحاجات تانية كتير. لكن النهاردة عايزكم تشوفوا وتتعرفوا على روح مصر والمصريين في القاهرة التاريخية. هنشوف الأسواق التراثية في قلب القاهرة، هنشم ريحة المدينة، ما هي كل مدينة ليها رائحة بتميزها، وفي القاهرة الروائح كتير ممزوجة بريحة التاريخ اللي بيطل عليك من المباني اللي حواليك، تاريخ قادر يبهرك ويسعدك ويحكي لك ويحتويك. هنبتدي جولتنا في أهم جزء، في أهم شارع المعز. احنا موجودين في ميدان بين القصرين، كان اسمه كده ايام الفاطميين، والقصرين هما القصر الشرقي والقصر الغربي اللي كان عايش فيهم خلفاء الفاطميين. القصور دي راحت ايامها، لكن حل محلها مباني آثار أيوبية ومملوكية اللي احنا شايفينها حوالينا دي. بعد الفاطميين اتحول المكان لسوق للنحاسين، ولسه لغاية دلوقتي الحي اسمه حي النحاسين. الجزء ده من شارع المعز اسمه حي النحاسين، وزي ما احنا شايفين لسه في محلات وورش لصناعة المنتجات النحاسية. صحيح النحاس تراجع في صناعة الأواني والأدوات المنزلية اللي كانت جزء أصيل في جهاز كل عروسة، أو الشوار اللي كانت العرايس بتيجي تجيبه من هنا. لكن دلوقتي المنتجات بقت هدايا تذكارية وصواني بنشوف فيها روح مصر وتراثها. في القاهرة هنقابل دايما قنابل ذهبية، ايدين تتلف بحرير، بتحارب للحفاظ على المهن التراثية، مهنة محتاجة دقة ومهارة وذوق، وأهم من كل ده صبر وحب للمهنة. زي ما شفتوا منطقة النحاسين من الأماكن الجاذبة للسياح دلوقتي، لكن زمان كان سوق لبيع وتصنيع أواني الطبخ والتحف وقدر الفول وصواني الأكل وأباريق المية بأحجام مختلفة، ده غير مستلزمات القهاوي من كنك للقهوة وغيره، وأدوات للديكور أو الإضاءة كانت بتستخدم في القصور والبيوت ودور العبادة. دلوقتي حاجات كتير من دي حل محلها الألمونيوم لرخص ثمنه مقارنة بالنحاس، لكن بيتم دلوقتي التركيز على صناعة المشغولات الموسمية الخاصة برمضان زي الفوانيس والمباخر، والقطع الفنية زي الأباجورات والمباخر النحاس. لكن لسه لغاية دلوقتي في ناس بتعمل بالطلب الأهلة النحاس اللي بتتحط على قباب المساجد، حرفيين بدرجة فنانين لسه لغاية دلوقتي بيبدعوا وبيقدموا فن راقي وجميل بيلفت نظر المصريين والأجانب من كل الجنسيات. في شارع تاني تاريخي فيه تجميعات لتجار وحرفيين النحاس، وهو شارع أمير الجيوش، متفرع من شارع المعز، وبيطلق عليه البعض شارع النحاسين. هنبقى نشوفه إن شاء الله بعد شوية، لأن شارع المعز لدين الله هو أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، بيمتد من باب الفتوح شمالا حتى باب زويلة جنوبا، وبيحتوي على أروع آثار مدينة القاهرة، آثار بتبدأ من العصر الفاطمي يعني 969 ميلادية، أكتر من 1000 سنة، لغاية أسرة محمد علي. الشارع كان اسمه الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة، لكن تسمية الشارع باسم شارع المعز لدين الله دي كانت في سنة 1937، وده نسبة للخليفة المعز لدين الله، أول خليفة فاطمي لمصر. تعالوا نشوف على السريع كنوز الآثار الموجودة في حي النحاسين في شارع المعز. ده أكبر وأهم أثر في شارع المعز، مجموعة السلطان المنصور ألوون، مجمع معماري عبارة عن مدرسة وقبة وبيمارستان وسبيل، مدرسة لتعليم المذاهب الأربعة، وقبة للدفن سقفها من أروع ما أبدعه الفنان في التاريخ الإسلامي، وبيمارستان ده كان عبارة عن مستشفى للعلاج بالمجان، وسبيل لسقاية المارة ألحقه بالمجموعة ابنه الناصر محمد بعد وفاة أبيه. المجموعة أنشأها السلطان المملوكي البحري
ألوون الألفي الصالحي ما بين عام 1284 ميلادية و1285، واختار تكون قدام مدرسة وقبة سيده الصالح نجم الدين أيوب اللي احنا شايفينها دي. شيدها السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب ما بين 1243 ميلادية و1249، ودي بتعتبر أول بناء لتدريس الفقه على المذاهب الأربعة في مصر، وكانت عبارة عن مدرستين، كل مدرسة فيها إيوانين بينهم صحن مكشوف، وبيفصل بين المدرستين دهليز. الدهليز ده بيعرف بحارة الصالحية. الحارة دي فيها أكبر سوق للأحجار الكريمة في مصر والوطن العربي، هنشوفها بعد شوية. زوجة الصالح نجم الدين أيوب شجر الدر ألحقت بالمدرسة قبة عشان تدفنوا فيها. المدرسة للأسف ما فضلش فيها غير الواجهة الرئيسية اللي بتعلوها المأذنة وأجزاء من الإيوان الغربي للمدرسة. ألوون بنى المجموعة بتاعته من 741 سنة، والسلطان الصالح نجم الدين أيوب بنى المدرسة من 782 سنة، يعني الفرق بينهم 41 سنة. ولأن رب العزة يعز من يشاء ويذل من يشاء، ال40 سنة دول كانوا كفيلين إنه ينقلوا ألوون من مملوك اشتراه الصالح نجم الدين أيوب وهو صبي بماله، علشان كده اسمه ألوون الصالحي نسبة لسيده لسلطان على مصر. ألوون حكم مصر هو وولاده تقريبا 100 سنة، ويبقى صاحب أكبر وأهم أثر في شارع المعز في ميدان بين القصرين، وبتعتبر المجموعة بتاعته موجودة مكان القصر الغربي الفاطمي. ده سبيل وكتاب خسرو باشا، ده من العصر العثماني، قام بإنشائه خسرو باشا في 1535 ميلادي. بيحتوي على حجرة تسبيل مستطيلة الشكل موجود فيها شباكين للتسبيل. بيعلو السبيل كتاب لتعليم أطفال المسلمين القراءة والكتابة وحفظ القرآن، وده أقدم سبيل عثماني في مصر 1535، يعني عمره دلوقتي 490 سنة ما شاء الله. دي بقايا مدرسة وسبيل الظاهر بيبرس، أنشأها السلطان المملوكي البحري الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري ما بين 1262 ميلادية و1263. كانت بتعتبر من أكبر المدارس في العصر المملوكي، لكن ما فضلش منها غير الإيوان الشمالي الشرقي وحجرة التسبيل. بنتكلم في 763 سنة. المبنى الرائع ده مدرسة وقبة الناصر محمد بن ألوون، بناها السلطان المملوكي البحري الناصر محمد جنب مجموعة أبوه. اتبنت ما بين 1295 ميلادية و1303. المدخل ده الناصر محمد جابه من أحد كنائس مدينة عكا المهدمة. ما شاء الله عمرها دلوقتي 730 سنة. قصاد مدرسة الناصر محمد في السبيل التحفة ده قام بإنشائه محمد علي باشا الكبير، مؤسس الأسرة العلوية اللي حكمت مصر من 1805 ل 1953. محمد علي بناه في 1828 صدقة جارية على روح ابنه الأمير إسماعيل باشا اللي مات في السودان في 1826. جنب السبيل محمد علي بنى مدرسة مش كتاب، والمدرسة دي درس فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر 3 سنين، وده كان أثناء إقامته في حي الجمالية من 1925 ل 1928 أثناء إقامته في حي الجمالية عند عمه خليل حسين. المدرسة اتحولت في 2005 من مدرسة النحاسين الأميرية لمتحف النسيج، وفضلت متحف لغاية ما تم إنشاء متحف الحضارة وتم نقل محتويات متحف النسيج لقاعة في متحف الحضارة. من التحف المعمارية الرائعة الجمال الموجودة في حي النحاسين في شارع المعز مدرسة وقبة وخنقاء السلطان برقوق. بناها السلطان المملوكي الجركاسي برقوق ابن أنس في سنتين ما بين 1384 ميلادية و1386. كعادة المدارس المملوكية المدرسة بتتكون من صحن مكشوف و4 إيوانات. إيوان القبلة هو أكبرها وأعمقها وأجملها،
تحفة فنية. الخنقاء الملحقة بالمدرسة موجودة وراء الإيوان الشمالي الغربي. الخنقاء هي مكان لسكن الصوفية والطلبة، كانت مكونة من 4 أدوار. السلطان برقوق ألحق بالمدرسة قبة علشان يدفن فيها. دولة المماليك البرجية أو الجراكسة حكمت مصر من 1382 ميلادية ل 1517، وده تاريخ نهاية دولة المماليك وبداية الحكم العثماني في مصر. دي المدرسة الكاملية أنشأها السلطان الأيوبي الكامل محمد ابن العادل في 1225 ميلادية، وكانت مخصصة لتعليم الحديث. للأسف ما فضلش منها غير الإيوان الشمالي الغربي. ده حمام إينال قام بإنشائه السلطان المملوكي إجركسي إينال في 1456 ميلادية. ده قصر الأمير بشتاك أنشأه الأمير المملوكي البحري بشتاك الناصري ما بين 1334 ميلادية و 1339. ده سبيل عبد الرحمن كتخودة أنشأه الأمير العثماني عبد الرحمن كتخودة ابن حسن جويش في 1744 ميلادية، موجود قدام قصر بشتاك وفي التقاطع بين حارة الطبكشية وشارع المعز. السبيل بيحتوي على 3 شبابيك للتسبيل لإمداد المرة بمياه الشرب، وجدرانه من الداخل مغطاة بالخشاني، وفوق حجرة التسبيل في كتاب لتعليم أطفال المسلمين مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم. لسه أماكن تانية كتير داخل القاهرة نروحها مرة تانية علشان ما أطولش على حضراتكم. في النهاية أسأل الله يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. جزاكم الله خيرا، أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.